إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تابعنا جميعا ما يحدث في إريتريا في الآونة الأخيرة من احتفال النصارى الكنائس النصرانية في داخل إريتريا، وتكريم الرئيس الإريتري إسياس أفورقي لخدمته هذه الكنائس لمدة 35 عاما. ورأينا أيضا التحالف الإريتري الصليبي مع التحالف التجراي الصليبيين، وكذلك تحالف الإريتري مع نصارى أمحرة. كذلك تابعنا بما يسمى صمدو، وهذا الاتحاد الذي بين نصارى إريتريا ونصارى تجراي، وما قام به القساوسة في الحدود بين إريتريا وتجراي، ودمج النصارى بالنصارى، ولم نرى المسلمين دور لهم. وبالأمس القريب أو قبل 3 أيام تقريبا رأينا أمرين عجيبين تحدث عنها الإريتريون من كل أنحاء العالم. الأمر الأول إغلاق مركز تحفيظ القرآن الكريم في مدينة جندع، وهذا المركز الذي عمره لا يقل عن 25 سنة بعد إغلاق المعهد الديني تداعى أهالي مدينة جندع بتغيير المعهد الديني إلى مركز تحفيظ القرآن الكريم بجهود محلية. اليوم سمعنا أن النظام الإريتري قام بإغلاق هذا المركز الذي كان يخرج أكثر من 3000 طالب، ونحن نتعجب ونستغرب ما الذي بين النظام وبين القرآن الكريم؟ ما الذي بين النظام وبين مراكز تحفيظ القرآن الكريم؟ ما الذي بين النظام وبين تربية المجتمع بالدين وإلى الدين وإلى الاستقامة على الدين؟ هذا المركز عمره لم يثبت عليه شيء، ولم نسمع أنه قام بشيء، فتم إغلاقه. وليست هذه أول مرة يتم إغلاق كثير من المعاهد والمراكز، وقد رأينا وتابعنا ما حدث في مدرسة الضياء، وكيف تم تغيير لجان التي كانت تشرف على هذه المدرسة بإدخال النصارى ومسيحيين في اللجنة بما ليس لهم علاقة مع هذه المدرسة لعهود سابقة. أصدرت رابطة علماء إريتريا بيان بهذين الأمرين: الأمر الأول إغلاق مركز لتحفيظ القرآن الكريم بجندع، الأمر الثاني الاستيلاء على أراضي المسلمين، نعم، كما هو ظاهر على الشاشة أمامكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رابطة علماء إريتريا: بيان بشأن إغلاق النظام الإريتري لمركز تحفيظ القرآن الكريم بمدينة جندع وتماديه في استهداف الإسلام والمسلمين في إريتريا. الحمد لله الذي وعد بنصر دينه ورفع ذكر كتابه وجعل العلماء وحملة القرآن حملة للحق وهداة للخلق. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن رابطة علماء إريتريا تتابع ببالغ القلق والاستنكار إقدام النظام الإريتري في الأيام الماضية على إغلاق مركز لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة جندع في اعتداء سافر على القرآن وأهله وتضييق ممنهج على ما تبقى من معالم الإسلام في البلاد. وتعد هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الممارسات والسياسات العدائية الموجهة والمنظمة ضد المسلمين في إريتريا، والتي تشمل منع بناء المساجد وترميمها وصيانتها، فرض الرقابة الأمنية والتضييق على حلقات تحفيظ القرآن الكريم والأنشطة الإسلامية عامة، منع نشاط الدعاة وتهديد العلماء واعتقالهم بل وتصفيتهم، تمييز صارخ لصالح الكنائس والأنشطة المسيحية بمنح أراضٍ استثمارية للكنائس في مناطق ذات أغلبية مسلمة، والسماح ببناء كنائس في مناطق لا يوجد بها مسيحي واحد، ودعم وتسيير الأنشطة الدينية والثقافية المسيحية في مقابل خنق الفضاء الإسلامي. إن هذه السياسات الممنهجة تمثل اعتداء صارخا على حقوق المسلمين الدينية والاجتماعية والثقافية، وتكشف عن نوايا خطيرة لطمس الهوية الإسلامية للمجتمع الإريتري المسلم وزعزعة التوازن الديني والسلم المجتمعي في البلاد، وتسعى لتغيير التركيبة العقدية والثقافية للمجتمع الإريتري بالقوة والقهر، كما تؤدي إلى إشاعة الإحباط وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، وتغذي مشاعر الاستياء والغبن الطائفي بما قد يهدد أمن المجتمع ووحدته مستقبلا. وإزاء هذا السلوك العدواني الخطير فإننا نؤكد ما يلي: 1. ندين بشدة هذا السلوك السلطوي المتكرر ضد المسلمين، ونحمل النظام الإريتري مسؤولية هذا التعدي وما يترتب عليه من توتر واحتقان قد يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد. 2. نعلن رفضنا القاطع لكل سياسات التمييز الديني والإقصاء الممنهج، ونرفض أن يعامل المسلمون في وطنهم كمواطنين من الدرجة الثانية. 3. نطالب بإعادة فتح المركز فورا دون قيد أو شرط، ورفع اليد الأمنية الغاشمة عن المساجد والمدارس القرآنية. ندعو كل القوى الإريترية السياسية. 4. ندعو كل القوى الإريترية السياسية والمدنية والاجتماعية القيام بواجبها وإعلان موقف موحد يدين هذا السلوك الذي يستهدف طمس الهوية الإسلامية ويحرم المسلمين في إريتريا من ممارسات نشاطاتهم الدينية وحقوقهم الخاصة بحرية تامة. 5. نطالب المنظمات الإسلامية والحقوق الدولية بإخراج الملف الإريتري من دائرة التجاهل والتهميش والتعامل معه كقضية انتهاك صارخ للحريات الدينية والحقوق السياسية للإنسان الإريتري. 6. ندعو مسيحي إريتريا وعقلائهم إلى عدم السكوت على مثل هذه الانتهاكات الظالمة التي لا يقبلها دين ولا عقل. 7. نحث أبناء الشعب الإريتري المسلم على التكاتف والتلاحم ومواصلة التمسك بدينهم وهويتهم رغم كل محاولات الطمس والإذلال، والعمل السلمي المنظم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة. ونؤكد
أن السكوت عن هذه الجرائم هو خيانة للدين وتفريط في الأمانة وتواطؤ مع الظلم وأهله. وفي الختام فإننا نرفع أصواتنا بكل وضوح: لن تطمس هوية المسلمين في إريتريا، ولن تسكت أصواتهم المطالبة بحقوقهم ما دام فيهم نفس ينبض بالإيمان وعزيمة تحفظ دينهم وكرامتهم. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الأمانة العامة لرابطة علماء إريتريا في تاريخ 22 من شهر محرم لعام 1447 الموافق 17 من شهر ساء السابع لعام 2025. مشاهدي الأكارم، هذا كان البيان الرسمي لرابطة علماء إريتريا. في هذه الحلقة نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي والداعية المعروف في أوساط الإريتريين. فأهلا وسهلا بكم شيخنا الشيخ حسن. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين. الحقيقة لا أدري بماذا أبدأ. يعني الأحداث تتوالى في إريتريا ما بين هذه المؤتمرات، وما بين هذه الاحتفالات، ما بين هذا التقارب بين النصارى، وما بين التجرؤ في إغلاق مركز ضخم في قلب قندع لم يثبت عليه شيء مما يؤدي إلى إغلاقه ويخرج 3000 طالب. أنا لا أدري بماذا أبدأ. أترك لكم المجال بعد أن سمعتم البيان الختامي، ونشكر حقيقة رابطة علماء إريتريا على هذه المبادرة الطيبة، كما نشكر كل من سعى لإخراج هذا البيان والصدع بكلمة الحق في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الإريتريون. أترك لكم بماذا ستبدأون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أتفق معك شيخنا على حقيقة الإشادة بالإخوة في رابطة علماء إريتريا، وكذلك بقية الجهات التي أخرجت بيانات متجاوبة ومتفاعلة مع هذا الحدث الذي يعد فعلا من الأحداث الخطيرة جدا، حيث الشعب الإريتري الذي ناضل من أجل إقامة دولته وتحقيق استقلاله وحصول حريته لسنوات طويلة، 3 عقود من الحرب المدمرة التي يعني دمرت الشجر والحجر وشردت الناس وهجرتهم من ديارهم لينتهي بهم المطاف بعد سنوات تقريبا أيضا تشابه نفس سنوات التحرير. يفاجأ بوطن لا يسع الجميع ولا يحتمل الجميع، بل وطن يكاد الآن يختزل ويصمم تصميما بحيث أنه لا يعبر عن مكوناته المختلفة الدينية منها والثقافية. هذه الحالة الآن تجاوزت تقريبا ما هو كان في السابق. الناس حقيقة حتى عناصر من داخل النظام يشكون عندما تقول لهم بأن والله يا أخي هذا النظام يتجه نحو الطائفية، يتجه نحو تكريس هيمنة فئة معينة على المجتمع الإريتري. ما كان الناس حقيقة يتصورون أن الأمور تصل إلى هذا المستوى، لكن اليوم ومن خلال التصرفات التي رأوها في قضية والله رأس الدولة يكاد يتماهى تماما مع السلطة الدينية للكنيسة الأرثوذكسية، اهتماما بمؤتمراتها واهتماما كذلك بتحالفاتها حتى خارج الوطن، كما رأيت كيف أن منطقة البحيرات من يوغندا وتنزانيا وغيرها يعقد لها المؤتمرات في داخل الدولة وبرعاية الدولة نفسها وقيادتها، في الوقت الذي يتم فيه التضييق على المدارس، التضييق على المعاهد، التضييق على العلماء، اعتقال العلماء كما لا يخفى عليك. يعني هذه بدأت حقيقة منذ وقت. في البدايات الناس كانت تتصور بأنه والله يا أخي ربما هؤلاء الدعاة هؤلاء العلماء الدولة عندها عليهم شيء كذا، لكن مع مرور الوقت الآن بدأت تتكشف بأنه لا، القضية ليست أن هؤلاء الدعاة له مشكلة، ولكن السلطة لها للأسف الشديد مشكلة مع الإسلام وليست مع أشخاص بعينهم. يعني واضح أن المسألة هي مسألة استهداف الإسلام. أنا أقول مثلا لو أردنا أن نقول والله خلينا نضرب نموذجين. أنت خلاص بدأت ترعى المؤسسة، ترعت الحالة الدينية في الكنيسة الأرثوذكسية بنفس المنطق
أتيح الفرصة للمكون المسلم أيضا أن يبني مؤسساته. هنالك مثلا المؤسسة الدينية في إريتريا عندها تخريج مثلا من خلال كلية معينة تخرج الراهبات وتخرج القساوسة، عندها يعني لن تحتاج إلى أنه والله تذهب بهم إلى خارج البلاد حتى يعودوا مرة أخرى لا. لكن تعال إلى الحالة الإريترية، أين يصنع الأئمة؟ أين يصنع الدعاة؟ أين يصنع القضاة الشرعيين؟ أين تصنع مجموعة العلماء اللي يفترض يقال عنها إنه والله هذه إريتريا بعلمائها، هذه إريتريا بقرائها، هذه إريتريا بدعاتها؟ لن تجد شيء. هل والله العلماء في داخل إريتريا تغيب عنهم إنه والله يمكن أن يكون عندهم كلية شرعية تخرج منها مثلا لمدة 2 دبلوم أو حتى لمدة 4 سنوات تخرج هذه الفئة من مؤذنين ومن أئمة ومن قضاة شرعيين ومن علماء ومن فقهاء؟ لا يصعب على الناس، بل في إريتريا بفضل الله سبحانه وتعالى من العلماء والخبرات ما ليس ربما في كثير من المنطقة. إذن السياسة الممنهجة للنظام في محاولة التضييق بدأ في البداية بمسألة المعاهد الشرعية اللي كانت في العهد الأثيوبي عادية، ما كان في إشكال، بحجة إنه والله هذه المعاهد تمنع الطلاب من أن يندمجوا في المدارس. ذهبت هذه المعاهد وقال والله نحن ما عندنا مشكلة، مستعدين ندرس الجانب الأكاديمي مع الجانب الديني، ما عندنا إشكال. ثم كان الهامش الأخير المتبقي، طبعا المعاهد خلاص يعني تقريبا انتهت. كانت الحالة الأخيرة المتبقية للشعب الإريتري أن يكون أبنائهم يقرؤون القرآن، اللي هو خلاوي تحفيظ القرآن أو مراكز تحفيظ القرآن، هذه كانت متبقية. للأسف الشديد الآن النظام بهذا السلوك الذي رأيناه الآن في منطقة جندع يبرهن بأنه ليست مشكلته مع تعليم القرآن أصلا، ما خلاص أنت موضوع تعليم القرآن وتعليم الأحكام الشرعية والدين ده حاربته في المعاهد. لم يبقى أمام المسلمين الآن إلا الكتاب المقدس عندهم، وهو أن هذا الطفل عندما تنشأ هويته بأن يرتبط بالقرآن، وأهله يعلمونه، يرسلونه إلى الخلوة ويتعلم من الشيخ ما يقرأه في صلاته. عندما تحارب القرآن هنا لم تعد مشكلتك مع تأويل القرآن عند جماعات بعينها، ولكن صارت مشكلتك مع القرآن الكريم نفسه، وبالتالي تبقى المشكلة هنا حقيقة هي مشكلة مع المكون المسلم وليس مشكلة مع أطياف معينة لها فهم في دين الله سبحانه وتعالى. ثم النقطة الثانية أيضا لاحظنا هذه الحالة الطائفية لم تعد فقط حالة داخلية، بل النظام صار اليوم أشبه ما يكون بالمعبر الديني عن الكتلة المسيحية في الإقليم وليس فقط عن الكتلة المسيحية في إريتريا. عندما يتكلم مثلا عن الأمهرة ويتكلم عن التجراي ويتكلم عن التجرينيا بأن هؤلاء في مواجهة المكون الأورومو في إثيوبيا، يعني حاول أن تفسر ما الذي يجعل النظام بهذا الشكل. هنا تتكشف لنا بصورة واضحة شيخنا بأن والله مزاعم العلمانية التي كان يتدثر بها النظام منذ مرحلة الثورة وإلى الآن لا حقيقة لها، وأن النظام نظام طائفي تماما كشف عن وجهه، وكأنما المرحلة التالية والله لا يجيب يعني المرحلة القادمة إن شاء الله كما يريدها النظام، كأنما يريد أن يقول والله إريتريا هذه بقية المسلمين الذين يتواجدون فيها يجب أن يخرجون، لا مكان لهم في هذا البلد. هذه هي الصورة للأسف الشديد. وطبعا نحن حتى أيضا لا نتصور بأنه ليس للمسلمين في المنطقة ذاكرة يتذكر الناس كيف أن الدكتاتوريات المتحالفة مع الكنيسة ماذا فعلت بمسلمي الحبشة. هذا كلنا نعرفه، يوم أن كان المسلم يحرم من اسمه ويحرم من شكله ويحرم من دخوله في دينه، وكان يجبر أن يلبس يلبس صغير. هذا تاريخ قريب يعني، ما تاريخ هذا تاريخ بعيد. وبالتالي كأنما النظام يريد للأسف الشديد تأجيج هذه الحالة واستعادتها مرة أخرى، وجعل الناس في مواجهة مباشرة في هذه المرحلة الحرجة التي أقول تتعرض فيها الدولة الإريترية بمجملها إلى مخاطر عديدة جدا. للأسف الشديد النظام لا يلتفت إليها، بدل أن يعمل على تماسك اللحمة الوطنية وعلى شعور المواطنين بأنهم كلهم هذا البلد يسعهم دينيا ويسعهم ثقافيا ويسعهم سياسيا. لا، النظام يذهب في عكس هذا الاتجاه تماما. الله المستعان. طيب، سنعود للتعليق على ما ذكرتم شيخ حسن لكن نشاهد مقطع بخصوص الأرض التي اشترتها الكنائس. ኣብዚ ቦታ እዚ ተረኺብና ከዓኒ እቲ ዝግበር ዘሎ ልምዓታዊ መደባትን ንጥፈታትን ኣበይ በፂሕ ኣሎ እንታይ ሕፅረት ኣሎ ንምድህሳስን ንምስናድን ኣብዚ ተረኺብና ኣለና። ንምክታልኩም ኣቀዲም እየ ዘመስግን።
ዋንነት ቤተክርስቲያን ዝኾነ ናይ ሕርሻ ሰፊሕ ቦታ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ከተማ ኦርዶት ኣሳት 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ካሜራና ነዚ ንጥፈት እዚ ንምዕዛብን ንምስናድን ተንቀሳቒሳ ኣላ። ቅድስት ቤተክርስቲያን ትካል እያ። ትካል ክሳብ ዝኾነ ድማ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክህልዋ ግድን እዩ። እቲ እዚ ሕርሻ ካብ 96 ዓመተ ምህረት ከም ዝጀመረ እዩ እቲ ምርሒት ናይቲ ጽሑፍና ዘብል ማለት እዩ። ቤተክርስቲያን ካብ ናይ መንግስቲ ኣካላት ቅዱሳት ቤተክርስቲያን ሰማዕት ኮይኑ ዲያቆናት፣ ካህናት፣ ኣቦሎች ቅዱስ ሥላሴ ካላት ወደት ምሳሉ ካብቶም ለመጀመርያ ኣዘዝረኸበ ማለት እዩ። هذا مقطع طبعا مختصر وأطول من كذا، يعني يبين أن الكنيسة أخذت أراضي شاسعة جدا في مناطق المسلمين. المناطق معروفة بالمسلمين. وتم الإعلان على أنها بدأت بمشاريع زراعية. البعض يقول أن هذه الأراضي هي أراضي خاصة بالمسلمين، وأن هذه الكنيسة لا ندري هل هي استولت على هذه الأراضي بقوة السلطان أم هي اشترت هذه الأراضي. والأمر الأعجب من ذلك لم نعتد منذ استقلال إريتريا الإعلان لممتلكات الكنيسة منذ 30 عام، لم نعتد هذا. الآن بدأ هذا. تعليقكم على هذه النقاط الثلاث؟ أولا لابد أن نؤكد شيخنا بأن إريتريا في كل أرضها ولكل شعبها لا نتحسس من أنه والله الناس تتواجد حيثما هذه حتى الفكرة تكون الناس تفهم بأنه مش متحسسين من أنه والله في مسيح نزل إلى أراضينا أو في مسلم نزل إلى، لا، ليست القضية حتى تبقى واضحة. إريتريا للإريتريين، هذا أول مبدأ يجب أن نؤكد عليه. لكن عندما أنت ترفض عودة أهل الأرض لأرضهم وهم موجودين في مخيمات اللاجئين 35 سنة بعد الاستقلال، وأنت حتى هذه اللحظة لم تهيئ الفرصة المناسبة لأن هؤلاء يعودون إلى إيه؟ إلى بلادهم. ثم في نفس الوقت أنت تسعى إلى تمليك هذه الأراضي لغيرهم. أنا الآن لا أتصور الكنيسة جاءت هكذا وأخذت أرض من السياق ماشي بأنه والله هنالك سلطة تمكن، ونعرف إريتريا ما في حاجة اسمها لا تقول لي كنيسة ولا غيرها، هي تخرج عن وضعية السلطة. السلطة هي التي ترعى الآن الكنيسة وليس العكس. هذه صورة أيضا تبقى واضحة. جميل، معناته أن النظام هو الذي يمكن. الآن أنا في تقديري هنالك محاولة لتوظيف الكنيسة وتوظيف الحالة الدينية للسلطة السياسية. برأيك هل تم نزع هذه الأراضي من المواطنين وتسليم الكنيسة، أو هناك نظام شرعي أو هذه الأراضي تمتلكها الدولة؟ هي حسب علمي على كل الأرض امتلكت منذ سنوات وليست جديدة، يعني هي الآن امتلكت وتم زراعتها وانت شايف الآن الإنتاج. لكن الغريب في الأمر هو أنه والله يعلم بأنه هذه ممتلكات كنيسة وأنه بالتعاون مع الحكومة. لاحظ أنت هذا التناغم. هذا غريب، هذا التناغم اللي ما معهود أصلا. يعني كون والله الكنيسة تشتري، الكنيسة تزرع، الكنيسة طيب بنفس المنطق هل أنت والله قاعد تتعامل مع أوقاف المسلمين بهذا الشكل، أم أنك والله دمرت الأوقاف؟ ومعروف أن الأوقاف المسلمين كان لهم أوقاف كبيرة جدا في كل المدن. صحيح. اليوم المسلم يتساءل إذا كان والله الكنيسة تتملك في أراضي المسلمين كويس، هل والله أنت تركت المسلمين على الأقل يقيمون أوقافهم الدينية في مناطقهم وفي بلادهم وحول مساجدهم وفي مدنهم؟ هذا الموجود غير موجود. هل تركت هؤلاء المسلمين أيضا يتجاوبون ويخرجون مع الخارج كما تخرج الكنيسة وتتواصل مع الكنائس الخارجية وتتواصل عالميا؟ هل تركت المسلمين وإدارتهم في الداخل بأن والله يمكن هؤلاء أيضا يتواصلوا ويحصلوا على دعم ويحصلوا على تمكين حتى تكون أيضا والله أنت ساويت ما بين الأديان بحيث والله هؤلاء يتحركون وهؤلاء يتحركون، أم أن صارت الدولة الإريترية الآن دينيا هي لصالح فئة معينة؟ فعلى كل هي بغض النظر انتزعتها اشترتها، السياق كله يقول بأن ليس هنالك عدالة فيما يتعلق بالتعاطي والتعامل مع الأديان، هنالك تحيز مكشوف، وهذا التحيز بالذات في الآونة الأخيرة الدور السياسي فيه واضح. يعني كأنما النظام يهيئ نفسه لزعامة على كل دينية، إما أنه يتصور بأن الحالة لا تستقيم له سياسيا إلا إذا تحالف مع
الكنيسة وتبنته الكنيسة وروجت له كذلك الكنيسة في الخارج، ليبقى في هذا السياق على كل يجمع بين الدين والسياسة في المؤسسة. طيب الشيخ حسن، أنت ذكرت في معرض كلامك قبل المقطع أن النظام يرى أن المشكلة في الإسلام، النظام يرى أن المشكلة في الإسلام وليست المشكلة في ما يتعلق بأمور أخرى. فكونه يغلق القرآن الكريم، يغلق مدارس القرآن الكريم الذي هو الكتاب المقدس لدى المسلمين، نحن معاشر المسلمين، فيذهب إلى إغلاق هذه المعاهد وهذه الخلاوي التي تعلم القرآن الكريم. برأيك وين المشكلة؟ لماذا النظام يخاف من القرآن الكريم؟ لماذا؟ هو طبعا النظام للأسف الشديد عندما يتقمص شخصية دينية، واضح أنه هو الآن النزعة ليست سياسية، النزعة ليست يعني معناه أنت عندك خلفية مضمرة لا تتصرف كرجل دولة بحيث تنظر إلى رعاياك كلهم بمنطق واحد. عندك والله الرجل الشيخ المعمم والقسيس الذي يحمل الصليب، عندك واحد إذا تتعامل كرجل دولة. لكن واضح بأن الدولة حساسيتها، الشخصيات التي تقود الدولة حاليا حساسيتها وخوفها من المكون المسلم، وأنه كلما انتشر وتمسك بهويته وتمسك بدينه فإن ذلك في تقديري يشكل بالنسبة لهم مخاوف. وين المخاوف؟ هذه المخاوف أليس المسلم مسالم؟ أيوة. أليس المسلم قد تعايش مع النصارى؟ وين المخاوف؟ هل في أحد ادعى أنه إذا ترأس المسلم أنه سيقضي على النصارى وسوف يقوم بذبحهم خلافا لما يقوله الإسلام؟ هل أحد ادعى بهذا؟ لماذا التخوف؟ هو للأسف الشديد المخاوف طبعا لما أنت تنظر إلى المحيط ترى هذه واحدة من المخاوف موجودة على كل. ينظرون الآن النصارى في منطقة الحبشة على وجه التحديد بأنهم محاطون بشكل كامل من كل الاتجاهات بالكتلة المسلمة، سواء في داخل أثيوبيا أو في السودان أو في الصومال أو في إريتريا أو في منطقة الجزيرة العربية. ففكرة أنه والله دائما الخوف من أنه والله أنت يمكن أن يتم السيطرة عليك ويمكن الاستيلاء عليك، وبالتالي أنت عايش حالة من الفوبيا المستمرة، الخوف المستمر من الآخر. هذه هي التي تجعل الدوافع كلها دوافع خوف وليس دوافع أمان، مع أن السلطة في يدهم. لاحظ الآن أنت السلطة في يدك، ليست هنالك مشكلة، وبالعكس الآخر حتى هذه اللحظة لم يكن شريكا حقيقيا في هذه السلطة، فيفترض أن تكون أكثر أمنا. لكن واضح جدا أن الخوف من الآخر، إنه والله هذا الآخر قادم، هذا الآخر ديموغرافيا متواجد في المنطقة، تاريخيا له حضور في هذه المنطقة، الإسلام ضارب بجذوره في هذه المنطقة، لا تستطيع أنت أن تستأصله. فلو تعاملت المجموعة الحاكمة بأنه والله يا أخي هذه الدولة البقاء فيها عن طريق العدل وليس عن طريق الإقصاء، يعني أنت لن تستطيع أن تقصي المكون المسلم مهما حاولت. يعني حتى لو افترضنا أنك اليوم ما شاء الله أوجدت شكل من أشكال التحالف بأنه والله هنالك 7 مليون أو 20 مليون في تقديرك امتداد لك، فيمكن أن ينظر المسلمون بأنه والله هنالك 200 مليون في المنطقة، يمكن أن يكون. فالقضية ما تمشي بهذا الشكل. يعني منطقة الدولة يقول بأنه والله الأصل أن توجد ميثاقا عادلا لكل الناس، وتتمتع المجموعة السكانية داخل هذا القطر بحقوق متساوية، وتكون الفرص متاحة للجميع بحيث والله من كان أكفأ فليقود هذه الدولة وهكذا. لكن هو لا يريد هذا الوضع، ولم للأسف الشديد منذ بدايته لم يفكر في هذه الطريقة. حتى رموز الحزب الحاكم التي كانت تفكر معه في بدايات التحرير بأنه الذهاب إلى فكرة التعددية السياسية وفكرة الاعتراف بأنه والله المجتمع مجتمع متعدد، كلهم تقريبا نحاهم وأقصاهم وزج بهم في السجون. فهو فكرته قائمة على ما يسمى في اللينا بالشوفينية، اللي هي حالة ضيقة، نظرة ضيقة. أنت لا تستطيع أن تحتمل حولك مجموعات مغايرة لك دينيا، مغايرة لك ثقافيا، لأن طبيعتك ما تحتمل هذا الوضع. طيب شيخ حسن، أنت ذكرت في معرض حديثك أن هذا النظام مارس ضغوطات على المسلمين حتى هجرهم. فيما يتعلق بمعسكر ساوة أصبح طاردا للشباب، نعم. هروبا من هذا المعسكر الذي ليس له مدة محددة. فيما يتعلق ببناء المنازل، ممنوع تبني منزلك وأنت قد أصبحت عائلة وتوسعت في أبنائك وأسرتك، فليس لك الحق أن تتوسع أيضا في بناء بيتك. فإذا منعت من بناء البيت في بلادك فستضطر
إلى الهجرة. وتعرضت أيضا في معرض كلامك أيضا أن الذين هاجروا إلى السودان وصار لهم مخيمات منذ استقلال إريتريا 35 عاما إلى الآن لم يعد منهم أحد، وأنت لم تسعى يا نظامنا أنك تعيد هؤلاء. إذن هناك كأن هناك يعني فعلا تعمد واضح لطرد المسلمين. هل نستطيع أن نقول أن هذه حملة صليبية ضد المسلمين في إريتريا، وأنت تعوذت بالله أن يكون ذلك؟ أنت في كلامك قلت ونعوذ بالله أن يكون ذلك، ما الذي أدى بك أن تتعوذ بالله من هذه الحالة؟ هل رأيت شيئا؟ هل تبين لك شيء؟ لا، منطقة التحالفات ومنطقة الصيرورة الذي تتجه إليه الحكومة يقول ذلك. أنا بس استعذت بالله من أن القادم أن يكون أسوأ من السابق. هو سلك كل السبل التي تؤدي إلى طرد المسلمين، تؤدي إلى عدم عودتهم، تؤدي إلى شعورهم بأن هذا البلد لا يمثلهم ولا يتواجدون فيه، وأنهم مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة، وأنهم ليسوا شرعاء. هذا أعطاهم كرسائل وممارسات. يعني مثلا أديك مثال، لما يكون والله أنا عندي مهاجرين عاشوا في فترات الثورة الإريترية في إطار مخيمات، ثم فجأة يكون عندهم الرغبة بعد التحرير للعودة إلى مواطنهم الأصلية، ومن حق أي لاجئ أن يعود إلى موطنه الأصلي، وإذا بالنظام يحرص أنه لا يجعلهم يعودون إلى مناطقهم ويحاول يحصرهم في منطقة القاش مثلا، إنه ما في أحد يذهب إلى، أنا مثلا من منطقة عنسبة يفترض أن أعود إلى عنسبة، لا، يقول لك أنت والله العودة تكون في منطقة القاش مثلا. هذه كلها أعطى الصورة للمخيمات الأخرى إن والله يا أخي هذا النظام لا يساعد على العودة بشكل. ثم أيضا الهجرة العكسية اللي تفضلت بها، إنه والله من 98 ونحن إلى اليوم تقريبا موجات التدريب وموجات التأهيل العسكري التي لا تنتهي جعلت الشباب أيضا يشعرون بأن هذا الوطن ليس وطنا تبني فيه مستقبل. فصارت الهجرات العكسية تعطي الذين في الخارج أيضا رسالة بأنه ما في مجال لأنك تذهب إلى إريتريا. إريتريا اليوم ليست وطن يصطد. فالشاهد كل المعطيات التي حصلت من سنة 91 أو من 93 التحرير الرسمي، من 93 وإلى اليوم ليس هنالك مؤشر يعطي أن هؤلاء المسلمين مرغوب فيهم داخل البلد. طيب هل ستقف إلى هنا؟ أنت عملت تجريد لهم في السلطة السياسية، يعني حتى المجموعات شيخنا التي رأت بأن البلد خلاص لم يعد معبر عن الجميع، وحاولت أن تقوم ببعض العمليات الإصلاحية من داخل النظام، شخصيات عاشت كلها في ظل الجبهة الشعبية، يعني عرفوا بتاريخهم مع الجبهة الشعبية، شخصيات ربما بعضها يسارية تماما ما عندها علاقة حتى بقضية الفكر الإسلامي. يوم ما فكرت في الإصلاح وطالبت بالإصلاح وصفهم بأنهم إيه؟ بأنهم مجاهدين مباشرة، صمم منهم مجاهدين، واعتقل ما لا يقل عن 500 شخصية تقريبا من الأجهزة العسكرية والأمنية وزج بهم في السجون. ثم حصل تجريف هنا، لاحظ حتى الذين كانوا في ظل الجبهة الشعبية كشخصيات تاريخية حصل تجريف بأنه خلاص أنت نحيت هؤلاء. طيب تجريف في الإطار السياسي، تجريف في الإطار التعليمي، تجريف في الإطار الاقتصادي، بأنه أنت تعرف أيضا السياسات التي اتبعت مع التجار المسلمين، ويوم من الأيام كيف كانت التجارة في داخل إريتريا ومن هم الذين كانوا يسيطرون على رؤوس الأموال في البلد. اليوم أنت تعال شاهد الوضع، أنت إذن تعمل على تجريف كذلك فيما يتعلق أو التغيير الديموغرافي في المناطق التي حرمت أهلها من العودة، أيضا نزلت فيها غيرهم. وبالتالي أنا أقول كل الأساليب السلمية سلكها. السؤال الآن هل والله سيتوقف عند الأساليب السلمية، خصوصا في ظل الخطاب الذي ترتفع فيه نبرة الطائفية وهو يتكلم عن الأورمو كمهدد؟ هل تراه سيرى المسلمين داخل إريتريا ليس مهدد؟ الله المستعان. هذا السؤال. طيب يعني هو هذا السؤال. كلام جميل وفي محله. بالنسبة لموقف المسلمين في الداخل، نعم. كنا نسمع قديما بأن الصراع في إريتريا، بل حتى قريبا، أن الصراع في إريتريا صراع سلطوي وليس صراع ديني. برأيك بعدما رأينا هذه الأحداث من يعني ارتفاع الأمر الطائفي التي أنت ذكرته، هل لا يزال الذين يقولون بهذه المقولة من بعض القيادات الإسلامية مع الأسف يقولون بأن
الصراع في إريتريا صراع سلطوي وليس له أي علاقة بالدين، بدليل أنه كما أنه ضيق على المسلمين فقد ضيق على النصارى. هل باتت هذه يعني الأطروحة موجودة أيضا؟ هو من الخطأ جدا شيخنا أن نتصور بأن الصراع الديني أو الصراع السياسي معزول عن بعضه البعض، هو متشابك ومتداخل. خصوصا لا نستطيع أن نقول بأن الصراع الثقافي في إريتريا منذ البدايات كان ظاهر، حتى لو لم يكن شكلا دينيا، يعني حتى لو لم يكن هنالك مثلا كتلة مسلمة في مقابل الكتلة المسيحية كأديان، لكن الأديان مستصحبة في الثقافات. كل مكون حريص أن يكون حاضر ثقافته، حاضر هويته، حاضر تاريخه، حاضر ذاكرته، مش كده؟ لما يصل إلى السلطة يبرزها وتتجلى بصورة واضحة. للأسف الشديد بعض المجموعات السياسية ترى إذا قالت بأن والله الصراع الديني أو الثقافي حاضر في هذه الصراعات الإريترية كأنما نحشد الناس إلى إيه؟ إلى حرب دينية. لاحظت؟ لكن الأمر ليس كذلك. نحن نقول لا تغيبوا أو لا تزيفوا وعي الناس. الناس يرون أن هنالك تمكين لطرف ديني معين، تمكين لثقافة، تمكين للغة، تمكين لهوية، وأنت تقول له لا والله الصراع صراع كراسي. لا، ليس صراع كراسي. صراع تتجلى فيه الحالة الدينية، تتجلى فيه الحالة الثقافية، تتجلى فيه الهويات، تتجلى فيه التاريخ، كل هذا موجود فيه. السلطة تستخدم كما نراها الآن، سلطة في تخاذل مع الكنيسة والكنيسة في تخاذل مع السلطة، فلا نستطيع أن نعزل هذه الأمور عن بعضها البعض. طيب باقي معنا ما هو موقف المسلمين في داخل إريتريا بالذات؟ ما موقف رجالات الدين؟ ما موقف الشعب عامة؟ ما موقف القطاع المدني، القطاع الخاص، حتى القطاع العسكري، الجيش الإريتري ليس فيه مسلمين؟ ما موقفهم من هذه الأمور؟ نجيب على هذا السؤال بعد أن نشاهد هذا المقطع. قانقوانا شيء نحن خصنا تجيزيو تقرنيايو هجي السوء الله قانقوانا هنا خون الله ودي بالحسابات قريب نو عرب خون الله قانقوانا ما مسيو بوغن أسلام جين كل جزية سألعتي إرترا جبسن أم حرانيو أم جرشتو جن جبس أويان سلسلة نرم ممهران طربش دقورو إنجليز دمس أم نسلة ناي أبي نايتي الأزهر بحال ممهران دنوري أم ناي الأزهر ناي كايرو عرب يا قانقوانا انتريلكم كارو حسنات يقولكم نخاب أخيت وسقيلهم ومخروم سلرنا ورو وتقنتات حجد ما نحنا أتي بدي أسلام كنت على سالنا مو مستعودنا شعو نوع تعويت تقول دايمو انت ايد ليكم كنوا لهم على نمبر مزيهم قصص مبال نسبير هاي واسونيو ما عاد تدوس يعني إرترا زيهم يلوناو ما أنا سخونتات ناي إرترا ناي بحق صقم أمونغو كريستيانا أمونغو إسلامنا على دايم التمامان إزي قصص كندي تنفاز العدفة ودايو حجيكن أتناي بحق تزوغ بسا كل قديفو دقوا خايت تفو دلو دق يوم دحنا تفون سورن أبقى أتون دلو كل قديفو زوغ بسا تتقرنيفو أبيهم نشتون ودون قانون كم تقولهم خوينو ناي بحق حدا قدلي حيال قدلي تكون نقدر في الطلال لو بدقي. أعطينا المقطع الثاني والثالث. طيب هذا رأيت كلام هذا الرجل ويتكلم عن أن أصل الموضوع فيما يتعلق باللغة العربية وأن الأزهر الشريف. بالمناسبة الآن دعاة الأزهر الشريف الذين كانوا يأتون كل عام توقفوا منذ سنوات. يعني النظام أوقف هذا أيضا تماما. وما يتعلق باللغة العربية واللغة التجرينية نود التعليق عليه. كذلك نود التعليق على ما يتعلق بالدعوة إلى تجمع المسلمين ووحدة تجمع النصارى. قال لابد أن النصارى يجتمعون يكون لهم وحدة. كذلك لا يمكن أن يتم العمل في إريتريا دون التفاهم مع والتعاون مع المسلمين. هكذا قال هذا الرجل المسيحي. ماذا تعليقك؟ نعم، هو طبعا هذا ما تخفي صدورهم وما يرغبون فيه من أن والله الدولة يريدونها أن تحتكر المكون المسيحي وتحتكر للغة التجرينية وتعزل تماما عن المحيط.
وهو الآن مثلا على استعداد أن يذهب إلى مصر في الكنيسة، ما عنده إشكال، لكنه لا يريد أن يذهب إلى الأزهر في مصر. هذه إشكالية تعنيهم على كل. مصر تمثل على الأقل حاضرة العالم الإسلامي في يوم من الأيام بأزهرها بشيوخها بعلمائها، وبالتالي المسلمين لا يجدون مشكلة في هذا الاتجاه، فهم على كل هذه رغبتهم وهذه تطلعاتهم، وما تخفي صدورهم كما قلت لك أكبر بكثير نعم. يعني. الله يجزيك الخير. طيب الآن نعود إلى ما الموقف الذي ينبغي أن نكون عليه في دقيقة واحدة نحن كمسلمين في الداخل والخارج، ثم نختم. الله يجزيك الخير. على كل الموقف ونفسه قال علينا أن نتحد، أنا أقول علينا أن نتحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما المؤمنون إخوة. ونحن عندما نقول علينا أن نتحد لا نعني أننا نريد أن نعتدي على الآخرين أو نتطاول على الآخرين أو نقصي الآخرين، لكن التوازن الوطني يتطلب وحدة المسلمين. المشروع الإريتري هو مشروع وطني، مشروع المسلمين تحديدا هم الذين طالبوا بالدولة الإريترية بالاستقلال الإريتري بكذا، وبالتالي المشروع إذا تخلى المسلمون أو فكر في أنه والله المسلمين يخرجوا من دائرة الوطن الإريتري، معنى ذلك كأنما أنت تجهض مشروع الدولة الإريترية نفسها. وبالتالي وحدة المسلمين، تماسك المسلمين، قوة المسلمين هي التي ستبقي لنا إن شاء الله المشروع الوطني الإريتري، وبغيرهم في تقديري الأمر سيكون صعبا. بارك الله فيك. مشاهدي الأكارم، ذكرنا لكم ما هو حادث الآن في داخل إريتريا من إغلاق مركز تحفيظ القرآن الكريم في جندع، نسأل الله تعالى أن يعيده، كما أن هناك أيضا توجه إلى امتلاك أموال المسلمين في مناطق كثيرة من إريتريا، وهذا مؤشر بشر حقيقة. وعليه فهنا يجب على المسلمين أن يتحدوا وأن يقوموا بواجبهم تجاه الدفاع عن أموالهم، تجاه الدفاع عن هويتهم. ومتى كانوا متفرقين فإنه ستذهب قوتهم وريحهم ولا قيمة لهم، ومتى اجتمعوا على الحق في الداخل والخارج سيكون لهم هيبة. الله سبحانه وتعالى ابتلانا بهذه الأمور ووقعنا في هذا بما كسبت أيدينا، واليوم علينا أن نتوب، علينا أن نتحد، علينا أيضا أن نحترم من هم يسكنون معنا من النصارى في داخل إريتريا، ونؤكد فعلا التعايش السلمي، لنقل للعالم نحن لسنا إرهابيين، نحن لسنا قتلة، وإنما نحن مسالمين ندعو إلى وطن نعيش فيه جميعا المسلمون والنصارى في أمن وأمان، في حين أننا أيضا كمسلمين لسنا ضعافا، بل نستطيع أن ندافع عن ديننا وعن هويتنا وعن كرامتنا وشرفنا. ومن أراد أن ينظر إلى قوة المسلمين فلينظر إلى غزة وإلى فلسطين، هل استطاعت الدول العظمى أن تقضي عليهم؟ فإن هذه حقيقة، هذه رسالة لكل عقلاء إريتريا أن ينتبهوا إلى أن أموال المسلمين وممتلكاتهم خط أحمر. السلام عليكم. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل